الله يسعد صباحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أحكي لكم سيرة صارت معي بزماني، صارت معي بمصر. أول شغلة بداية بين قوسين، والله مو تنمر، ما عاذ الله إنه التنمر. أول شيء تحية للشعب المصري، لحكومة الشعب المصري ورئيس مصر المحترم. والله أطيب شعب بالدنيا، أنا عم بحكي ضميري أمام الله، لأنه أطيب شعب شفته بحياتي. بزماني كنت اشتغل بمصر، ضليت 3 سنين بمصر. في عندهم بمصر كان عندنا جيران طيبين كتير، شرواكم بالخير وعشرة وناس ولا أطيب من هيك بالعالم. تقولوا صرنا عيلة واحدة، يعني كانوا جيراننا. كان عندهم هنيك مناسبة بمصر كل سنة بيحتفلوا فيها، قديمة هي عمرها آلاف السنين، اسمها شم النسيم، عيد اسمه شم النسيم. غنت له شادية وغنى له عبد الحليم الله يرحمه. هذا شم النسيم، العالم الشعب المصري كله بيطلع على الجناين بالربيع، بيطلع على الجناين على الحدائق، بيعملوا سيارين، بيعملوا نزهات كتير يعني. بلا طول سيرة، صار اجى موعد هذا شم النسيم. ام جارتنا الله يطول بعمرها ام حسن قال ابو زياد احنا عازمينكم على السيران، يعني على النزهه، بكره تطلعوا معانا نحتفل بشم النسيم. قلت لها والله بنتشرف. والله ثاني يوم حضرت انا ومرتي واولادي واخواتي البنات الله يخليكم الهي، حضرنا الاغراض وحضرنا الاغراض المشاوي والدنيا والعيم والحط، طالعين سيران مع منهم. حملنا حالنا طلعنا الساعة 11 الظهر على حديقة جميلة هنيك، هيك مثل بستان جميل يعني، وعالم كل العالم بتلاقوها بالحدائق. هذا العيد مشهور عندهم، اسمه شم النسيم. المهم رحنا عملنا هيك جمعة كبيرة، وعلى دق وغنى وبسط وكذا، وعلى ال24 صار وقت الغداء. لما نحطوا الغداء عم يفرشوا بقى سلامة خيرك، اللي شو هذا اللي جايب كذا، هذا جايب يالنجي، هذا كذا، هذا جايبين عن سلامة خيركم. انا وقاعد، وقاعده جارتنا قدامنا هي ام حسن المصريه، وعيلة شرواكن يعني بالخير مرموقه يعني. المهم ابو زياد غني لنا يا ابو زياد وما بعرف شو. نحن عم نحط الغداء. هذا العيد مشهورين فيه بالمنصر، بياكلوا فيه الفسيخ. انا الفسيخ ولا سمعان عنه بحياتي ولا بعرفه. ابو زياد غني لنا ما غني لنا كذا. المهم روح ابو زياد سالي خداك الموال، امان امان وعم غني. وقس قاعده جارتنا قدامنا هي ام حسن المصريه، مدري شو طالعت جره من قدامها، ما انتبهت لها انا، تاري هي جره الفسيخ يعني. فتحتها انا مالي منتبه وعم بصرخ موال. هي فتحتها من هون بعيد من عنكم، تهف ريحه من عندها هيك على مناخيري على حلقي. حسيت بعيد من هون كانه واحد فسيان بتمي، انقطع امه للموال بحلقي. انا عم بضرب الموال لما شميت الريحه وعلقت بحلقي، بعيد من هون كانه واحد فسيان بحلقه. شفتوا اذا واحد قاعد بعيد من هون وبيفسى بيعمل هيك وبتطلع وبيبلع الواحد هيك، انا عشمقت بمناخيري وحلقي. لما انا عم بصرخ الموال عملت هيك. النسفه ان شاء الله والبقاطه مين عملها هيك؟ انت بنفسي انا ما عاد حسنت كمله للموال انا من هو من الريحه. روح هي جارتنا عملت هيك بايدها لقمه كبيره هيك، انا مالي منتبه لها. قالت لي ابو زياد افتح بقك. انا فكرت شي لقمه سمك طيبه، شي لقمه لحمه، شي لقمه كذا، ما حبيت خجلها. افتح ابو زياد. وتروح اعطيتني اياها بتمي. لما دحشت لي اياها بتمي انا فورا عملت هيك.
لا نفس ولا كلمة ولا شيء. حشاد ذكر حشاد ذكر. ما بعرف توصل لي الريحة، قتلتني قتل يعني. أنا بعيد من هون ما في بعيد، ممكن واحد عملها بيتمي يعني. فالزيت بعدت عنه 3 امتار، سلختها من سفل معدتي وانا راجعتها. ايه والله تاري هذا اسمه الفسيخ. فسخني فسخ. لا من تمي ولا من كمي. أنا حملنا حالنا ورجعنا على البيت. نص ساعة بالحمام وانا امسك انينة الديتول، اعمل لها هيك وكبون. كانت تروح مني تقول لي عم شقت بعروقي، عم شقت بصدري. ما كانت تروح مني الريحة. ما في زلمة ثاني يوم حاكيه يقول له السلام عليكم او هي تطلع الريحة يعمل لي هيك. والله تميت 4 ايام استعمل بدال الشاي روح على القهوة اطلب كاسة ديتول. هاي كانت تجربتي مع الفسيخ. يا محلى الشنقليش عنا. الشنقليش قدام ريحته قدام الفسيخ شانيل. هي اقول لكم كانت تجربتي بمصر، هي تجربتي كانت مع الفسيخ.